واو، انا مش عارفه ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده بجد. انا دلوقتي في قلب الصخور، في قلب الجبل، بجد حاجه كده خرافيه. شايفين؟ هنطلع فوق فوق ونشوف كل البيوت منحوته منحوته من اكتر من 300 سنه. شايفين البيوت عامله ازاي؟ اصحابها ما تنزلوش عنها ابدا. خليكم معايا، هندخل البيوت دي ونشوف ايه اللي موجود فيها، والانجليز كانت عاداتهم ازاي من 300 سنة، والحمام بتاعهم كان شكله ايه، وهل كان في حمام ولا اصلا يعني بيصرفوا نفسهم في اي مكان. اللي وصل معايا الحتة دي لايك وشير. شايفين هنا كمان الناس بيعشقوا المشي، بيمشوا مسافات كبيرة جدا جدا. هنا بيهتموا جدا برياضة المشي صراحة. هنا الغابة لو انتي ماشية لوحدك فهي مخيفة جدا جدا، عشان كده تلاقي هنا البلد كلها عواجيز صغيرين شباب كلهم تلاقيهم بيحبوا يتمشوا ويمشوا الحيوانات بتاعتهم، لان الحيوانات بتعذبهم. هنا لو ما طلعوش القطة او الكلب بره يبهدلوا البيت بتاعهم ويقطعوا الكنب، فلازم يخرجوهم ويمشوهم. فهنا بصراحة في شوية عادات عند الإنجليز حلوة جدا جدا، أتمنى تكون في بلادنا. هنا بيهتموا جدا بالحدائق والمساحات الخضراء غير أي بلد أنا روحتها قبل كده، لدرجة إن البيوت بتاعتهم قد علب الكرتون، لكن ممكن يكون البيت عنده جنينة كبيرة جدا. يعني في ناس كتيرة سألتني هل الأماكن دي آمنة؟ هي آمنة يا جماعة، لكن الجرائم في كل العالم وكل البلاد الجرائم موجودة. يعني مش معنى ان انا اقول هنا المكان آمن وتسمعوا خبر مثلا ان في حد اتقتل في جنينة او كده فاكون انا كدابة. لا، المكان آمن بس الجرائم بتحصل، احنا مش في الجنة، الجرائم موجودة في كل العالم. بس طبعا حاولوا تكونوا جروب على قد ما تقدروا. شايفين هنا انا لقيت سلالم هنا، انا شكلي هطلعها، تيجوا نطلع مع بعض؟ حلوة جدا، حتى في ناس هناك اهي. لا بجد شكلها يعني تؤدي الى شيء ما، خلينا نشوف سوا. شايفين حتى الانجليز هنا بيجوا اهم، وده اللي ماشي قدامي ماشي لوحده، وطبعا هو مش فاهمني انا بقول ايه ودي امتع حاجة صراحة، اهو جاي لوحده وماشي بس بيشاور لحد، ممكن للكلب بتاعه. خليكم معايا. شايفين انا طلعت قد ايه؟ انا طبعا مش قادرة اخد نفسي لان المكان بعيد جدا جدا جدا، روحي طلعت. خليكم معايا لعند ما روحي تطلع فوق هنا على الاخر. انا بقول لكم المشي جميل، لا مش جميل ما فيش حاجه جميله، بس اكيد اللي متعود على المشي غير يعني. شايفين لقيت ايه؟ شجره توت ما شاء الله، والله يعني شايفين يا جماعه التوت ما شاء الله ما شاء الله، ايه الجمال ده، دي كلها مليانه توت. تعالوا شايفين ده كله توت اخضر، كل ده توت ما شاء الله. في توت كتير بس انا خايفه اتقرص الصراحه. انا طلعت يا الله، انا زنقت نفسي زنقه سودة بجد حاجه صعبه جدا، الواحد اتغرق يعني. شايفين؟ مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، بس بجد يلا حتى يعني اهي النضاره بتاعتي اتبهدلت والحمد لله. ويلكم ان بريطانيا ان انجلاند. شايفين الجو عامل ازاي؟ انتوا يا جماعه لما تيجوا بريطانيا اعملوا حسابكم ان الجو بيكون سمر قوي، يعني حر وشمس، وفجاه يكون مطر. شايفين؟ انا اتغرقت يا الله، انا مش عارفه انتوا شايفين اللي انا شايفينه، الجو مطر جامد جدا بجد. اهو ده عيب بريطانيا، تطلع في الشمس في امان الله فجأة تلاقيها الشتاء دخلت.
ورغم المطر إلا إنه قلت لازم أطلع الجبل وأصور لكم البيوت. طبعا هنا البلد دي ما بيفرقش معاها مطر ولا مش مطر، الكل بيمشي والكل بيستمتع ازاي، انا مش فاهمه. شايفين يا جماعه احنا اهو في الصخور، شايفين، عايزه اقول لكم الجو بمطر. شايفين الحمام كان بيتقفل كده ويروحوا فاتحينه، شايفين كان الحمام عباره عن الجردل ده، وبعد ما يخلصوا يستحموا ويعملوا اللي هم عايزين يعملوه يشيلوا الجردل ويرموه. في بريطانيا العظمى، شايفين بريطانيا كانت ايه وبقت ايه، هو ده التطور. شايفين البيوت. واو انا مش عارفه ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الجمال ده بجد. انا دلوقتي في قلب الصخور، في قلب الجبل، بجد حاجه كده خرافيه. شايفين هنا كانوا بيعلقوا هنا الماعز او المهم يعني بعد ما يذبحوه. وشايفين هنا كاتبين ايه، ما تنورش عشان هنا في خفافيش يا مامي تطير في وشي. شايفين الجمال، شايفين بجد المنظر خرافي جدا. انا انصح اي حد يجي زيارة هنا في بريطانيا يجي المكان الجميل ده، بجد رائع. شايفين ايه الجمال ده. تعالوا نشوف ده كمان يا اهل البيت، ما شاء الله ايه الجمال ده. شايفين يا جماعة ده مش حقيقي. واو، والسكينة شايفين اهو. احنا هنا الصورة دي، العيش ده هو ده، والشباك ده هو ده. شايفين اهو يا جماعة، اهو هو المكان اللي في الصورة ده هو المكان الجميل ده، بسيط كده وجميل. شايفين هنا دي نار حقيقية، وده مكوى حديد تقيل جدا. بجد انا مستمتعة جدا. شايفين هنا كانوا بيحرقوا في المكان ده يا مامي، كانوا بيحرقوا هنا الخشب اهو. الخشب يا جماعة اللي بيتحرق هو ده، بجد تحفة. المكان هنا اكثر من رائع. الله، شايفين يا جماعة المقشة بتاعت الساحرة الشريرة. وهنا كانوا بينشروا هدومهم، ودي هدومهم القديمة. شايفين عامل ازاي من تحت، بجد المكان هنا فينتج جدا. شايفين دي زي اللي في مصر، اللي زي في دولنا بنفض بيها السجاد زمان. شايفين الجمال. الله على الميزان. شايفين ده برضو جميل جدا. ودي مكنة قديمة اهي، كانوا بيخيطوا عليها يا ماما. ايه دي، بيعملوا بيها سحر دي ولا ايه؟ شايفين. تعالوا اهو المكان من بعيد. تعالوا بقى ندخل هنا جوه يا اهل البيت. بسم الله. شايفين، والله ما اعرفش ليه انا حاسه ان انا في مصر. شايفين البيوت اللي دي، شايفين اللمبه الجاز يا جماعه، لمبه حقيقيه وبيتحط هنا الجاز. بجد المنظر رائع رائع. وده مدخل للمكان اللي انا لسه مصوراه. الله 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 بجد. الله، الشمس طلعت، الشمس طلعت. كان المفروض تطلعوا معايا. لقد هربنا من اجل هذه اللحظة. انا كنت فوق هناك، انا كنت فوقيكم. الله الله على الجمال. يقول لك كتير روم ذس واي. شايفين شايفين يا جماعة القعدة اللي هناك دي. لا هي هنا، تكملي فوق. Wait, we cannot check. تابعوا. شوف الفيو هنا، هي حلو جدا.
هنا بقى انا طلعت لاعلى الجبل، حيث بقى ايه القعدات الجميله والكافي شوبس. كان في كافيتيريا جميله جدا، شايفين الناس قاعده مستمتعه ازاي، منحوته في قلب الجبل. الجبل ده منحوت من اكتر من 300 سنه. ودي الكافي شوب من جوه، هي بصراحه اسعارها اكيد اغلى شويتين 3 من بره، لكن بصراحه القعده تستاهل. وشايفين بيقولوا لك التويلتس هنا، يعني حتى في الجبل في حمامات، عاملين حمامات عشان الناس اللي بتيجي مخصوص تزور المكان ده. شايف الحمامات على فكرة يعني نظيفة نوعا ما. المهم ما فيهاش حاجة مخيفة او مؤذية، نظيفة وحلوة ويعني سفاري تمشي حالها.